يا حبيبتي يا مصر يا مصر، وأول طلعة جوية فتحت باب الحرية. هنتكلم النهاردة عن حرب أكتوبر 73 المعروفة في مصر بحرب العاشر من رمضان، معروفة في سوريا بحرب تشيرين التحريرية، معروفة في إسرائيل بحرب يوم الغفران، بالعبرية ملخمة يوم الكبور. حرب أكتوبر 73 هي عبارة عن الحرب الرابعة ما بين الصراع العربي الإسرائيلي. بدأت من حرب فلسطين سنة 48، ثم حرب 1956 اللي هي حرب السويس أو العدوان الثلاثي، ثم حرب 1967 المعروفة باسم النكسة أو حرب الست أيام. حرب أكتوبر كان سببها إن إسرائيل احتلت من مصر سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس، واحتلت من سوريا هضبة الجولان، واستولت على الضفة الغربية لنهر الأردن، وكمان خدت قطاع غزة. فاحنا كمصر وسوريا عايزين نشيل آثار النكسة والهزيمة ونرجع الأراضي اللي احتلتها إسرائيل عام 67. كان في تلك الفترة كان في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة بدأ يجهز الترتيبات بتاعته لقيام الحرب، بدأ يجهز الترتيبات داخل وخارج مصر. طيب، كانت عندي إسرائيل بانية عندنا في مصر الساتر الترابي اللي هو خط بارليف. خط بارليف سمي ببارليف نسبة للعالم الإسرائيلي بارليف. خط بارليف بيتكون من 16 حصن، ارتفاعه من 20 ل 22 متر، وبيميل بزاوية قدرها 45 درجة. ويقال إن إسرائيل صرفت على هذا الحصن المنيع الضخم حوالي 300 مليون دولار. خط بارليف ما كانش ساتر ترابي زي ما كلنا فاكرين، ده كان فيه حقول ألغام، كان فيه أسلاك شائكة، كان فيه مضخة لضخ الوقود لإشعال النار في القناة في حالة الهجوم عليه، وكان يقال إن هو سوف يدمر بقنبلة نووية. خط بارليف بيوازي في سوريا خط يسمى خط ألوان. وبما إن الحرب خدعة، هنا هتظهر حكاية فك الشفرات. ده كان حوار ما بين القادة المصريين وبعضهم، إن أي شفرة هتتعمل ممكن إسرائيل إن هي تفكها. مين كان بيسمع الحوار؟ الجندي أحمد إدريس. ضحك وقال له: سهلة يا فندم، الحل في اللغة النوبية، فهي تنطق ولا تكتب. القائد عجبته الفكرة وبعتها للرئيس السادات. الرئيس السادات بعت التكتم التام على الأمر، وبدأوا من إن هم عايزين يودوا أحمد إدريس للرئيس السادات. أحمد إدريس عمال بيحكي، بيقول: كنا في أبو سير في إسماعيلية، مفيش دقايق لقيت نفسي في مصر الجديدة بالقرب من قصر الاتحادية، ومنه على بيت الرئيس السادات، ومن هنا قلت لنفسي كده أنا خلاص اتحكم عليا بالإعدام. وبعد ما انتظر الجندي أحمد إدريس 1.5 ساعة في بيت الرئيس السادات، بيقول: دخل علي الرئيس فجأة، انتفضت من مكاني وأديت التحية العسكرية. عشان الرئيس السادات يهديني طبطب على كتفي وقال لي: اقعد. فقعدت وهديت. بدأ يتكلم معاه لمدة 45 دقيقة، يعرف هل هو متزوج، عن أولاده وعن حياته. وفجأة بدأ إن الرئيس السادات يسأله عن اللغة النوبية. وبعد كده دخل الرئيس السادات في ضحك هستيري. جه عندي أحمد إدريس بيقول له: هو أنا قلت حاجة وحشة يا ريس؟ قال له: لأ، أنا بضحك لشيء في نفس يعقوب.
ومن هنا هتيجي فكرة البطيخ العائم. بسرعة هيتم تدريب 344 جندي نوبي ان هم يستخدموا الأجهزة اللاسلكية وفك الشفرات، وبسرعة ينزلوا لقناة السويس بالليل عشان يجيبوا المعلومات عن الجنود الإسرائيليين والأسلحة والمعدات. وسميت بالبطيخ العائم. كان كل جندي نوبي بيجيب نص بطيخة فارغة ويلبسها على راسه عشان يتخفى عن طبعا مين؟ الجنود الإسرائيليين. واشتعلت النيران على الجبهة المصرية والجبهة السورية في وقت واحد، وانتصرنا في حرب اكتوبر 73 بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجنود البواسل. من عوامل النجاح برضو في حرب اكتوبر مساعدة الدول العربية لمصر وسوريا. كمان هنا ظهر البترول كسلاح استراتيجي لما ضغطت به الدول العربية على الدول المساندة لإسرائيل. عندنا الرئيس الجزائري بومدين بدأ ان احنا كنا عايزين اسلحة من الاتحاد السوفيتي، كتب لهم شيك على بياض وقال لهم ادوا لمصر كل الاسلحة اللي هي محتاجاها. دي كانت نبذة عن حرب اكتوبر. انتظروني في اعظم خطة في التاريخ واسرار عن حرب اكتوبر. يا ريت لايك وشير وتفعلوا الجرس. منتظرة.